طيب ازيكم يا جدعان، عاملين ايه؟ فيديو جديد النهارده، والحقيقه انا متحمس له جدا. بقالي كتير قوي ما اتفرجتش على فيلم ليه علاقه بمارفل الحقيقه، وكرفت المارفل على الاخر. ولكن استوقفني مشهد كده على تيك توك لاحد الافلام بتاعت مارفل. للدقه كان مشهد من انفينيتي وور، والحقيقه ادركت قد ايه كانت الايرا دي عظيمه، بغض النظر عن النط الكتير اللي في مارفل دلوقتي. ولكن مارفل زمان كانت حاجه عليها القيمه فعلا. فمن غير لك كتير هنعمل ايه يعني؟ مفيش حاجه كرييتيف يعني، من الاخر هي تير ليست. معرفش ليه الناس اللي بتعمل التير ليست بتحسسنا ان هي اول ما نكتشف النار او اول واحد يعمل تير ليست في الدنيا، وبحس قد ايه ان هو كرييتيف. ان هو بدل ما يطلع يعمل لستة ويقول فيها افضل الافلام او افضل الاكلات، فبيعملهم في تير ليست يعني. عشان كده هو كرييتيف. تعبت من الكلام عن الناس دي، تعبت من الاخر. فكره بسيطه جدا مكرره كتير بنشوفها بالهبل، بس انا قررت اعملها عشان حاسس ان هي تبقى حاجه مسليه وانترتينمنت للناس كلها، والناس تتفرج وتعمل لايكات واستاذنك في لايك وسبسكرايب. انا عارف ان الدنيا نايمه، فزق معايا الدنيا يعني، ما تبقاش انت واليوتيوب عليا. اعمل لكم ايه تاني طبعا عشان الفيديوهات تتشاف؟ صرف وصرفت كاميرا وجبت كمبيوتر وموجود ناس كافيه جولد 3 في 1 وعملت لايك وسبسكرايب اخويا بعد اذنك عشان نشغل الشغل. ويلا بينا نبدا. طيب عندنا التير ليست الجميله بتاعتنا. عندنا 5 تيرز. اول واحده تاريخي، وبعد كده عندنا عافي، وعندنا اللي هو فاهم نص نص، وعندنا اهو فيلم، وعندنا وحش يعني بصراحه وحش، فاهم اللي هم ما تتفرجش عليه. فبس تعالوا نتفرج كده على الافلام. هم محطوطين بالترتيب الزمني بتاع الريليز ديت، مش الترتيب اللي هو جوه الاحداث، لا هو الترتيب الزمني اللي هو الافلام دي 2008 2009 2010 وهكذا. حسب اشرح حاجات بيزك قوي يعني، ما علينا يعني. المهم يعني مشكورا فريق الاعداد حط لي الحاجات دي بالترتيب. وخلينا نبدا مع ايرون مان 2008. وانا بالنسبه لي ايرون مان 2008 هو فيلم تاريخي. هتقول لي ليه فيلم تاريخي؟ هقول لك لان هو ده اللي بدأ الشغله دي كلها. ايرون مان 2008 لولا ما كانش هيبقى عندنا ولا عالم مارفل السينمائي ولا ناس الوان بعد كده بفتره يعني. ما كانش مارفل هتتطور لدرجه ان هي يبقى عندها حريه ان هي تعبر عن المشاكل او القضايا اللي عايزه تقول رايها فيها، اللي ليها علاقه بالكوميونيتيز الغريبه اللي احنا كلنا ما بنحبهاش وهنفضل رافضينها مهما حصل يعني. فانا بتكلم ان ايرون مان هو اللي بدأ الشغله دي كلها. ساعات بحبه جدا وساعات بكرهه جدا يعني. بحبه جدا لان هو بدأ لنا حاجه اتعلقنا بيها على مدار سنين كتيره جدا، وساعات بكرهه لان هو اللي ادى المارفل المساحه ان هي تعمل كل ده. في لاف ان هيت ريليشن شيب كده ما بيني وما بين الفيلم، ولكن انا من الافلام اللي انا بقدرها جدا، وواحد من افضل الافلام اللي انا شفتها ليها علاقه بالسوبر هيروز عامه، مش في مارفل بس. عندنا بعد كده انكريدبل هالك. انكريدبل هالك هحطه في اهو فيلم، لان انا ولا اقول لك فيلم وحش صراحه يعني. كنت احاول ابرر له يعني واعزز له، بس الصراحه فيلم وحش قوي. انا كنت بحب الفكره عامه بتاعت ادوارد نورتون وكده، ولكن لما اتفرجت على الفيلم اكتر من مره بجد فيلم صعب يعني. فيلم مليان غلطات ومليان بلوت هولز بالعبيط، والسي جي اي مش احسن حاجه بالنسبه لي خالص 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 يعني. ادوارد نورتون حتى يعني، ادوارد نورتون جابوه في الفيلم ممثل جامد بقى ممثل عادي. ما عجبنيش بصراحه جدا، ما عجبنيش بصراحه يعني. يمكن الايجابيه الوحيده هي ادوارد نورتون اللي هو كان بيتراي هارد قوي ان هو يعمل حاجه يعني في الدور، ولكن بالنسبه لي ما كانش مقنع. انا بحب مارك رافولو اكتر كانكريدبل هالك، مش مارك رافولو اكتر عامه كممثل. اكيد ادوارد نورتون ممثل اكبر يعني، ولكن مارك رافولو كانكريدبل هالك بالنسبه لي هو الافضل. ادوارد نورتون الصراحه مخيش جامد في الفيلم ده، دخل يعني في عربيه نقل. فلا بصراحه انكريدبل هالك واحد من اكتر الافلام الغريبه اللي ما كانش ليها سياق بصراحة، وما تقدرش تحط ايدك على بداية او نهاية. مش عارف يعني، تحسه كده فيلم واقع في النص. عارف انت الافلام اللي هي بتبقى منسية دي؟ عارف لما يبقى في فرقة واخدة كاس العالم، يعني مثلا فرنسا 2018 واخدة كاس العالم، تلاقي مثلا عادل رامي بسيرد باك في ايه بتعمل ايه هنا ما تعرفش. فالفيلم ده كده اللي هو ايرا جامدة جدا، بس في افلام كده في النص يعني مخيشة خالص، منها انكريدبل هالك الحقيقة. ايرون مان 2. ايرون مان 2 بالنسبة لي هيبقى فيلم الحقيقة. نسحب بقى كل اللي قلناه على ايرون مان 1 عادي جدا. ايرون مان 2 الحقيقه فيلم يعني في حاجات لذيذه وفي حاجات مخيشه خالص. انا دايما عدوي اللدود ان احنا لما نيجي نعمل شرير في اي فيلم سوبر هيرو، ان احنا بنجيب مرايه البطل بكل غباء. اللي هو انا مرايه للبطل بالظبط، انا بعمل كل حاجه زي البطل بالظبط، انا عندي نفس القوات بتاعه البطل بالظبط. انا ايرون مان بيستخدم البتاع دي، انا هستخدمها زيه عشان انا زيه. أنا على فكره انا خطير، انا شرير. انا اصلا انا الوحيد اللي اقدر على ايرون مان، انا الوحيد اللي معايا كرابيج. انا وبدريه طلبه مثلا. ثواني اشوف الصوت مظبوط ولا لا. انا وين يا ابن السماعه؟ الو الو الو. الحمد لله الصوت شغال. خلينا لابسين السماعه احلى، بتحسسني ان انا صوتي كده متكبر ومتفخم قوي. ايرون مان 2 انا ما بحبهوش. ثور الاولاني فيلم عافي بالنسبه لي. انا بحب ثور الاولاني جدا وشايفه افضل فيلم لثور، لحد لما هنيجي للفيلم اللي انا هقول لكم عليه، اللي هو بقى بالنسبه لي فيلم ثور بس مش فيلم ثور قوي، وهقول لكم ليه لما نوصل للفيلم ده يعني.
ولكن فيلم ثور الاولاني انا بحبه جدا، وبحب قصه الالهه الاغريقيه واليونانيه، ومعرفش هم منين بصراحه. بس هم تبع الناحيه دي، تبع زيوس واودن والحاجات دي كلها. انا بحب جدا الميثولوجيا دي، وبحب جدا ان هي اتقدمت في مارفل، وحابب جدا ان كريس هامثورث هو اللي بيعملها، ولايقه عليه جدا. هو كريس مش هينفع غير كده، مش هينفع غير ان هو يبقى شخص بالكي، حيطه واقفه بتكلم حيطه حرفيا. ما عندوش اي خبره عن العالم اللي هو عايش فيه، لان هو جديد عليه، وبالنسبه لهم الين في العالم بتاعهم، او اللي هو الكره الارضيه بتاعتنا يعني. فده لذيذ، ده يعني ده لما بيطلع منه البلاهه او الحاجات اللي هو مش فاهمها، او بيتصرف بعشوائيه او ببدائيه قوي، فبنبدا ساعتها نتعاطف مع الشخصيه، او بنبدا نفهم كريس هامثورث عامه. لكن يجي يقدم لي كوميديا بقى، ويجي يقدم لي دراما وكده، كانت هتبقى صعبه قوي الحقيقه. في كام مشهد بيتراي هارد فيهم، واحييه عليها الحقيقه، بس الدنيا معاه بايظه. واللي شايل الفيلم على كتافه وبيجري بيه وهو لوكي، يعني طبعا واحد من افضل الشخصيات ومن افضل الاشرار في تاريخ مارفل، وممكن بيكون بالنسبه لي الشرير المفضل في تاريخ مارفل. بحبه اكتر من ثانوس، عشان لوكي عندك فرصة تتعاطف معاه. ثانوس راجل ممكن تحترم فلسفته، ولكن لوكي شخص ممكن تتعاطف معاه عادي. كابتن امريكا ذا فيرست افنجر، انا بصراحة عندي اعتراف الحقيقة، انا ما بحبش كابتن امريكا، ولا بحب شخصية كابتن امريكا خالص، وما عنديش اي تعاطف ناحيته. ولكن يعني بقدر افهمه، يعني بقدر افهم هو جاي منين. انا بالنسبة لي فيلم كابتن امريكا فيرست افنجر هو فيلم انا عارف ان في ناس كتيرة بتحب الفيلم ده، ولكن انا ما حبيتوش. حسيت ان في حاجات غريبه بالنسبه لي، يعني زي ان هو لما كانوا عاملين كريس ايفنز ان هو جسمه ضعيف، وحاسس السي جي اي كان بالنسبه لي اوف شويه. ما حبيتوش خالص. في ناس بتحبه جدا، انا ما حبيتوش. الشرير بتاع الفيلم بالنسبه لي كان غريب شويتين، اللي هو الراجل الاحمر ده، مش فاكر اسمه ايه يعني. انا مش هارد كور فان لمارفل يعني، فمحدش يحكم عليا، ولا حافظ كل اسامي الشخصيات، ولا حافظ البوست كريدت سينز، ولا عارف مقاس رجل مون نايت كام، ولا الكلام ده كله. مش مهتم الحقيقه، ولكن انا مهتم بالافلام بس. فزي ما بقول لك، انا بالنسبه لي كان الشرير في الفيلم ده ضعيف شويه. بالنسبه لي السي جي اي لما كان لسه اللي هو كابتن امريكا ما كسبش السوبر باورز بتاعته، ما اتحطش جوه المكنه دي، ما كان بالنسبه لي السي جي اي شكله غريب الحقيقه. ولكن في الاول وفي الاخر فيلم ممكن تشوفه عشان تقدر تفهم الكاركتر او الباك جراوند بتاعتها جايه منين، الاوريجين ستوري، يعني الكلام ده كله. ولكن غير كده بالنسبه لي الصراحه هو فيلم افنجرز الاولاني. انا يعني كنت محتار احطه تاريخي ولا عافي، ولكن الحقيقه اخترت ان انا احطه في العافي مش تاريخي. لان انا فيلم افنجرز الاولاني واحد من احلى الافلام طبعا افنجرز، وهو اول فيلم يجمع الافنجرز ده والاسمبل ده كله مع بعض، ويلا بينا الافنجرز والمزيكا بتاعت الافنجرز. وانا فاكر ساعتها كان في اعلان دوريتوس، كان ساعتها في السينما في 2011. لو كنت رحت السينما كانوا بيدوك اكياس دوريتوس، وساعات كنت ممكن تكسب تيكتس السينما في اكياس دوريتوس. انا فاكره الدوريتوس الازرق ده. دي كانت فتره من حياتي غريبه جدا يعني في الدروس، بس انا فاكر ساعتها ان انا اشتريت كيس دوريتوس عليه افنجرز اللي هو بتاع 2011، وان انت لو دخلت افنجرز في السينما عندك فرصه تكسب كيس دوريتوس، وغالبا لو اكلت كيس دوريتوس بتخش فيلم افنجرز حاجه كده يعني. ولكن بعد ما تتفرج على المستوى اللي وصلت له الافلام بعد كده مستقبلا، افلام الافنجرز اللي جايه، انا بالنسبه لي لا، افنجرز الاولاني هو عافي مش تاريخي. ايرون مان 3 بالنسبه لي بجد اهو فيلم، يعني ده التعريف الحرفي لاهو فيلم. هم عاملينه عشان هو اهو فيلم، عايزين نسكيب عشان نبدا نخش على ثور، ونعمل حوارات ثور تاني، وفاهم. واللي هو برضو خيشه في ثور، يعني احنا جايين لثور دلوقتي هتحط جنب اخوه، فهو فيلم عادي. يعني بالنسبه لي ثور دارك وورلد اهو فيلم برضو. يعني الفيلمين دول بجد واحده من السقطات اللي في النص، اللي هو انت بتتفرج عليهم عشان تكمل القصه مش اكتر، تعرف ايه اللي حصل مع ايرون مان ومع ثور الحبه دول. ولكن غير كده انت ما بتستفيدش اي حاجه غير ان انت بتعرف انفو. انا لكن ما اتبسطتش بالفيلم، ما اتبسطتش بوقتي، ما حسيتش ان انا اتفرجت على فيلم عظيم يعني، ولا اي حاجه. انت بتاخد انفو، بتجمع شويه ايستر ايجز، بتفهم الدنيا هتمشي ازاي، بتستفيد منها في معلومات هتيجي قدام. بس كده يعني، هو ده اللي انت بتاخده من الافلام دي. لكن غير كده بصراحه بالنسبه لي الفيلمين مخيشين، وبالنسبه لي يعني اهو فيلم. الوينتر سولجر هو واحد من الافلام المفضله لناس كتير، وانا بحبه جدا الحقيقه، فانا احطه في خانه العافي. انا اعرف واحد يعني بالنسبه له وينتر سولجر هو احسن فيلم في تاريخ مارفل يعني، واحسن فيلم في الايرا دي كلها اللي احنا هنتكلم فيها النهارده. ولكن انا بالنسبه لي لا، وينتر سولجر فيلم حلو، ولكنه مش تاريخي، ما يوصلش للمرتبه بتاعت ايرون مان بصراحه الاولاني.
وينتر سولجر عامة كان الثيم بتاعته جدية بزيادة، وده حبيته جدا. الشخصيات كل واحد واخد حقه، بلاك ويدو الشخصيات الجانبية كلها حاسسها ليها افكت معين على الفيلم، مش مجرد سايد كاركترز بتطلع وخلاص لمجرد ان احنا هنرمي عليها افيه او هنحتاجها تموت في فايت معين. لا، كان ليهم دور وكان ليهم دور مؤثر. الفايت سينز عامة ده واحد من احلى الافلام اللي فيها فايت سينز، وساعتها بقى حسيت ان احنا بدأنا مارفل بدأت تعلى بالليفل بتاع الفايت سينز من اول الفيلم ده. بدأنا نخش في ليفل مختلف خالص، وهنبدأ مكملين بيه بقى بقية الافلام، وبنبدأ في منحنى تصاعدي. يعني انا بحب جدا وينتر سولجر الحقيقة، وواحد من الافلام العافية بالنسبة لي، ولكن مش تاريخي يعني، ما يوصلش للحتة دي الحقيقة. جارديانز اوف ذا جالاكسي واحد من اكتر الافلام انا بحبها، وهو فيلم عافي بكل تأكيد، لان هو فيلم ريفريشنج جدا. بتبدأ تغير جو بقى. احنا كنا داخلين جو سيريس قوي مع وينتر سولجر، لا تعالى يا باشا يلا بينا نخش بقى هزار وكوميديا. والفيلم ده اللي هو احنا عندنا حاجات عبثية كتير ملهاش اي علاقة ببعض، فتعالى نجمعهم ونعمل يا عم، نعمل فريق. نعمل فريق بغض النظر عن الافنجرز بقى اللي هم الجارديانز، يلا بينا بقى نعيش مع الجارديانز دول. والحقيقه العيشه مع الجارديانز ممتعه اكتر بكتير من العيشه مع الافنجرز. بصراحه انا بحب الجارديانز جدا، وبحب كل الكاركترز تقريبا. بحب باتيستا جدا في الفيلم ده. انا بالنسبه لي باتيستا واحد من افضل ادواره، يعني هو بقى بيمثل كتير مؤخرا يعني، بس انا بالنسبه لي واحد من افضل ادواره، وسيظل اللي هو حطه بالنسبه لي على الخريطه كممثل، او اللي هو he earned my respect من الفيلم ده، مش من حاجه تانية الحقيقه. باتيستا كان عامل دور كوميدي عظيم. جروت طبعا، جروت عظيم، جروت بعشق جروت. يعني انا نفسي اجيب فيجر لجروت، احطها هنا جنبي، فاهم؟ فيجر لجروت بس هنا. بحب كل الكاركترز في الفيلم الصراحه. جامورا لذيذه في الجزء الاولاني، وليها افكت كبير قوي على القصه، وبتفهمه طبعا قدام مع انفينيتي وور ومع اند جيم، حاجات ليها علاقه بثانوس وكده. فيلم مهم جدا فعلا. يعني فيلم جاردنز اوف ذا جالاكسي فن قوي، ومهم جدا على مستوى الانفو اللي بيديها لك عشان تقدر تكمل الافلام اللي بعد كده. افنجرز ايج اوف الترون. ايج اوف الترون كان عنده بوتنشال انه يبقى واحد من افضل افلام الافنجرز في التاريخ، ولكنه اهدرها. فانا هحطه في المه، وعندي سبب وجيه ان انا احطه في المه. الترون واحد من افضل الاشرار في تاريخ عالم مارفل يعني كله، ولكن انت معرفتش تستغله بشكل جيد. انا بالنسبه لي ايج اوف الترون فيلم مقسوم نصين، مش عارف هو فيلم حلو ولا فيلم وحش. نصه الاولاني في حاجات حلوه وفي حاجات غريبه، شفنا كاركترز جديده ظهرت في الفيلم دوت، ولكن انا بالنسبه لي ايدج اوف الترون كان يطلع احسن منه من كده بكتير بكتير. انت مان فيلم محير جدا الحقيقه. انا بحبه عشان هو فيلم لذيذ ودمه خفيف والحقيقه انا ممكن اكون متعاطف معاه شويه كفيلم، يعني لان هو من معالجه ادجار رايت، وادجار رايت لمسته باينه قوي في الفيلم حتى لو مش هو اللي كمله يعني. هو الفيلم ده كان المفروض جاي لادجار رايت، وبعد كده اعتذر عنه بعد ما كان عمل فيه شويه حاجات. والحاجات اللي عملها والاستراكشر اللي رسمه عامه ادجار رايت باين جدا في الفيلم. وانا بحب انت مان جدا، ولكن فيلم لذيذ. فيلم مه زيه زي بقيه الافلام اللي احنا حاطينها في المه، اللي هو قشطه. انت فيلم لذيذ بتقدم لي كوميديا كويسه. بول رود بصراحه واحد من افضل الناس اللي بتعمل كوميديا يعني، من ايام اس ان ال والحاجات دي. ولكن انا بحس ان بول رود ما اخدش الفرصه الكامله في الفيلم ده ان هو يظهر الكوميديا اللي عنده. برضو عليك ريستريكشنز، لان انت بتقدم حاجه ليها علاقه بمارفل، لازم تبقى فاميلي فريندلي شويه او مناسبه للاطفال حبتين، لان الفئه العمريه بتاعت فيلم انت مان ده كانت قليله على ما اظن، مش حاجه بلس 18 يعني او ار ريتد. ففيلم لذيذ على قد المرحله اللي هو كان فيها، على قد الرساله اللي هو عايز يوصلها. هو كان حلقه وصل فاهمني ما بين افنجرز ايدج اوف الترون عشان نخش بعد كده على سيفل وور. فانت مان كانترودكشن لشخصيه هو فيلم لذيذ، ولكنه ما يوصلش للعافي او للتاريخ. هو بالنسبه لي يعني فيلمه. سيفل وور بالنسبه لي فيلم عافي. انا بحب سيفل وور جدا، وبحب التقسيمه بقى اللي هي حصلت دي، اللي هو ايرون مان فيرسس كابتن امريكا. وانا كنت طبعا تيم ايرون مان زي ما قلت لكم، ما بحبش كابتن امريكا خالص. حبيت جدا ان احنا بقى في صراعات داخليه جوه الاسامبل بتاعنا، وجوه التيم اللي احنا عاملينه جوه تيم الافنجرز. في خلافات، في شخصيات عندها مبادئ مختلفه، في شخصيات عندها دوافع مختلفة اللي هي بتعمله عامة. الفيلم ده بيرجعك لفكرة ان هم بني ادمين في الاول في الاخر، ونفسيات يعني، فاهم؟ بينفسنوا عادي وبيتضايقوا من بعض عادي، وبيقلبوا على بعض، وممكن يتعاركوا زي ما حصل. يعني هو الفيلم ده عبارة عن عركة، يعني فيلم سيفل وور ده بالنسبة لي عركة كبيرة يعني، واحد من افضل الافلام الحقيقة. ولكن كان ينقصه شوية حاجات بالنسبة لي، ويبقى فيلم سوبر يعني، يبقى فيلم تاريخي. بس في حاجات كده ضاعت منهم في النص. دكتور سترينج انا بحب الكاركتر جدا. دكتور سترينج واحد من الكاركترز المفضله بالنسبه لي في عالم مارفل. وفيلم دكتور سترينج الاولاني انا احطه في فيلم عافي. ليه بقى فيلم عافي؟ لان انا حسيت ان فيلم دكتور سترينج
هو اكتر فيلم حاول يقدم لك الاوريجين ستوري بتاعت الشخصيه بشكل يخليك تريليت معاه. هو احنا عندنا شخص مغرور مش محبوب من الناس، متعجرف جدا، لا يهتم لاي شخص ولا لاي شيء. انا عجبني قوي ان هو ما تقدمش على ان هو اندر دوج، او ما تقدمش ان هو شخص الناس بتقلل من احترامه وكده. لا، هو شخص الناس بتحترمه جدا ولكن بتكرهه لان هو مغرور. فتعالى بقى ناخد الشخص المغرور ده ونجيب مناخيره في الارض ونشوف هيعمل ايه في الدنيا. انا بحب الفيلم ده جدا، واحد من اكتر الافلام اللي انا عملت لها ريواتش في عالم مارفل السينمائي، لان انا بحب الفيلم جدا كفيلم مستقل بعيدا عن ان هو فيلم سوبر هيرو او حاجه. جارديانز اوف ذا جالاكسي فوليوم 2 فيلم عافي. انا بحب جارديانز يا جماعه، انا بحب افلام جارديانز يا جماعه جدا. وانا بالنسبه لي جارديانز واحد واثنين وجارديانز الاخراني كمان، انا بالنسبه لي الافلام دي لذيذه جدا. جارديانز الاخراني مش معانا لان انا هوقف هنا عند دكتور سترينج اللي هو اخر حاجه خالص. ولكن لا، جارديانز اوف ذا جالاكسي فوليوم 2 واحد من الافلام المهمه جوه العالم ده، لانه فيه انفو مهمه كتير. واحد من الافلام المسليه جدا، وبصراحه انا ما عنديش اي مشكله ان انا اقعد اتفرج على جارديانز الصراحه، سواء بقى مخنوق او عايز اتفرج على حاجه سوبر هيرو، عايز اتفرج على حاجه لايت، يعني عامه بيسد معاك في اي حاجه بصراحه. سبايدر مان هوم كومينج واول افلام توم هولاند المستقله في عالم مارفل، بالنسبه لي فيلم وهقول لك ليه. الفيلم المفروض كاستراكشر هو حلو جدا، كان عاجبني قوي توم هولاند في سبايدر مان، لايقه عليه قوي. وكان عندنا بوتنشال بقى لان احنا يبقى عندنا فيلم جامد قوي، ولكن بوظناه. معرفش بصراحة ايه المشكلة، يعني مش قادر احدد ايه المشكلة بصراحة. الفيلم كان ماشي كويس جدا. مايكل كيتن المفروض على الورق يبقى واحد من اقوى الاشرار، لان هو واحد من اتقل الممثلين اللي دخلوا عالم مارفل يعني. على الورق ده راجل اثبت وجوده قبل كده مليون مرة في مليون حاجة، ومن قديم الازل بيمثل، وممثل تقيل يعني، مش حاجة قليلة. ولكن ما عرفناش نستغله كشرير. حسيت ان هو مش بيمثل خطر كبير قوي على بيتر باركر بصراحة. سبايدر مان الاولاني كان لذيذ، ولكن مش لدرجة ان هو يعني يخش ان هو واحد فيلم من الافلام الجامدة او التاريخية. لا بصراحة هو فيلم بالنسبة لي. ثور راجناروك. ثور راجناروك كان لفترة كبيرة قوي من الزمن في خانة التاريخي بالنسبة لي. يمكن من ساعة ما نزل او بعديها بسنتين 3 سنين كان بالنسبة لي هو فيلم تاريخي. ولكن لما اتفرجت عليه كذا مرة، لا هو مش جامد قوي كده، خليت العاطفة تتنحى جانبا وبدات ابص لها بشويه عقل. يعني لا، هو فيلم جامد قوي وفيلم عافي قوي، ولكنه مش فيلم تاريخي. فيلم بيقدم كوميديا ممتازه، ويمكن تكون واحده من افضل الحاجات اللي اتقدمت على مستوى الكوميديا في عالم مارفل. ولكن يعني الكوميديا اللي اتقدمت فيه لما تتفرج عليها لاول مره او تاني مره بتبقى معلقه معاك قوي، بتخليك تحط الفيلم في مراتب اعلى كفيلم تاريخي بالنسبه لك او واحد من افضل الافلام. ولكن لما تيجي تتفرج على الفيلم كذا مره هتبقى خلاص عرفت الافيهات، وهتبدا تركز في الفيلم بجد وتشوف ايه النواقص وايه الحاجات اللي فيها بلوت هولز وحاجات زي كده. فلا، الفيلم فيه مشاكل بس مش مشاكل كبيره قوي توقعه. يعني هو بالنسبه لي بقى فيلم عافي، وده ستيل جامد جدا يعني، ولكن مش تاريخي زي ما انا كنت حاطه في فتره سابقه يعني. طيب بلاك بانثر، انا بحب بلاك بانثر جدا وبالنسبه لي فيلم عافي. بحب الكالتشر، بحب كل حاجه اتقدمت، لان هو كان فيلم فعلا مختلف. زي كده نسمه هواء جميله جت ترفرش علينا بعد الحاجات اللي بنشوفها كتير ورا بعض، الثور بقى والجارديانز ودكتور سترينج. لا، عايزين حاجه تفصل شويه بجو مختلف بمود افريقي غريب. يلا بينا نروح نشوف واكاندا دي عامله ازاي. عندنا شرير اسمه كيلمونجر عظيم، انا بحب مايكل بي جوردن جدا ككيلمونجر بصراحه. وبحب تشادويك بوزمان. انا ما عنديش مشكله مع الفيلم بصراحه، فيلم بالنسبه لي فيلم سوليد وماسك نفسه. فايت سينز حلوه جدا. الديزاين بتاع البدله بتاع بلاك بانثر ما عنديش فيه مشاكل. السوبر باور بتاعته جت منين انا قادر افهمها واتشرحت كويس. فانا بالنسبه لي فيلم عافي جدا الحقيقه. افنجرز انفينيتي وور، وهنخش في خناقه انا عارف. انا بالنسبه لي انفينيتي وور فيلم تاريخي. وعندي رأي كده، انا بالنسبه لي انفينيتي وور هو افضل من اند جيم. لان انا انفينيتي وور بالنسبه لي هو الاثنين فيلمين جامدين جدا، بس انا بالنسبه لي انفينيتي وور يفرق في حاجه بسيطه جدا، ان هو بياخد الريسك. بيرسك في حاجات كتير جدا، بيفاجئك في حاجات كتير جدا. كفايه النهايه الصادمه اللي خلتنا قاعدين مستنيين اند جيم. واند جيم اكتسب معظم الهايب بتاعه من انفينيتي وور. انفينيتي وور لو ما كانش جامد كانت الدنيا هتنام وما كانش حد هيبقى مهتم باند جيم. ولكن الفيلم ده هو اللي صيد اند جيم من الاخر، وانا بالنسبه لي هو الفيلم الافضل ككل حاجه من اند جيم بصراحه. فانا انفينيتي وور بالنسبه لي فيلم تاريخي ولا كلمه. انت مان اند ذا واسب فيلم وحش جدا، انا ما حبيتهوش. وعشان ما نقعدش نحرق بنزين كتير يعني، كابتن مارفل كمان يحصله. فيلم غريب جدا يعني، مش فاهم محله من الاعراب. اند جيم طبعا فيلم تاريخي، انا بحب الفيلم جدا، وزي ما قلت لكم فيلم عظيم. ولكن بالنسبه لي انفينيتي وور يسبقه شويه. سبايدر مان بتاع جيك جيلين هول، مش فاكر اسم الجزء بصراحه.
فيلم يعني غريب شوية، لأن هو فيلم بدأ كده وبعد كده راح الكيرف نازل قوي. حبيته في شوية لقطات، في شوية حاجات كانت لذيذة، في شوية حاجات فيها أفكار مختلفة اتقدمت لي علاقة ببيتر باركر يعني، أو شخصية سبايدر مان، بالكاركتر الجديد بتاع توم هولاند وكده. عجبني كان الكوميديا بتاع توم هولاند، الحاجات الخفيفة اللذيذة اللي بيهزر فيها مش عارف ايه وكل ده. لكن ما استغلناش جيك جيلنهول بأي طريقة بصراحة، ما استغلناهوش خالص. ده اسم كبير وده ممثل جامد، كان ممكن يطلع منه أحسن من كده. فبالنسبة لي هو فيلم ما يوصلش طبعا ان هو فيلم عادي زي اهو فيلم او وحش او كده، لا. هو فيلم مه. ومه هنا يا جماعة مش معناه ان هو فيلم وحش، فيلم مه ده اللي هو فيلم افريج يعني، اللي هو 6 من 10 ل5 من 10 الحتة دي يعني. بلاك ويدو سيء جدا، فيلم سيء جدا يعني، لو في حاجه اقل من الوحش هحطها. ايترنالز بالنسبه لي نفس الكلام، هنا بقى بدانا بقى الداون فول يعني، انت واخد بالك بدانا الداون فول فاهم، من عند انت مان اند ذا واسب، وبعد كده رجعنا في فيلم جامد، وبعد كده بقى بدانا نخيش بقى كابتن مارفل وبلاك ويدو وايترنالز. شانج شي انا بالنسبه لي هو فيلم مه. مش فيلم وحش. انا عجبتني جدا قصه شانج شي، وعجبني جدا حوار ان احنا بقى بدانا نبص على حاجات تانية بقى. يعني حوار الاقليات جاب معانا بنتيجه المره دي، احنا عايزين نعمل كاركتر صيني او كاركتر اسيوي عشان هم اقليه، فتعالوا نعمل فيلم عن شانج تشي. فحلو، يلا بينا نروح نعمل فيلم عن شانج تشي، وانا اتبسطت جدا بالفيلم زي ما انبسطت جدا ببلاك بانثر. ولكن بلاك بانثر فيلم افضل من شانج تشي اكيد. سبايدر مان نو واي هوم. بصوا يا جدعان، بص بس عشان نبقى انا بحب الفيلم ده، واتفرجت عليه في السينما، وكان كرنفال ابن لذينه يعني، انا فاهم، انا قعدت اصوت في السينما لما شفت اللي حصل يعني في الفيلم. ولكن لما ترجع تتفرج على الفيلم تاني، هل هو فيلم تاريخي ولا فيلم مه؟ وبصراحة يعني بصراحة بغض النظر عن ان هو بيلعب على حتة الفان سيرفيس، اللي هو تعالى انا هاردي الفانز واحط لهم السبايدر مانز وكده والكلام ده، بس لا، فيلم مه للأمانة بصراحة. أنا الكاركتر المفضل بتاعي هو سبايدر مان وكل حاجة، والفيلم ده يعني كان فان سيرفيس بطريقة مش طبيعية، واتبسطت جدا. وكان بالنسبة لي يعني حاجة مجنونة، واتبسطت بوقتي فعلا فعلا، ودخلت الفيلم مرتين ورا بعض، وكان بالنسبة لي حدث يعني. حتى هنا على التشانل كنت عامل فلوج، مش عارف موجود بصراحة ولا شلته، بس كنت عامل فلوج لأن ده كان بالنسبة لي موضوع كبير، اللي هو أنا داخل الفيلم في أول عرض ليه في مصر ويلا بينا وبتاع، فكان بالنسبة لي حدث كبير. وبعد ما طلعت من الفيلم كنت مبسوط جدا، وحطه يمكن قبل انفينيتي وور وقبل اند جيم، كان بالنسبة لي مرنك جامد قوي يعني عليهم. ولكن لما رجعت اتفرجت على الفيلم، لا الفيلم مليان عيوب ومليان هولز بنت لذينه يعني. فيلم بغض النظر عن الفايت سينز والثلاثه سبايدر مان، هو فيلم كايند اوف فاضي يعني. دكتور سترينج اند ذا مالتي فيرس اوف مادنس او حاجه زي كده يعني، حاجه لها علاقه بالمالتي فيرس يعني، طالما جبنا سيره المالتي فيرس يبقى احنا بدانا نخش في سكك مش حابينها خالص. انا ما اتبسطتش خالص من الفيلم، انا بالنسبه لي فيلم وحش، انا ما عجبنيش خالص باي شكل من الاشكال. في حاجات كتير قوي ما فهمتهاش. من اول فرجه للفيلم اضطريت ان انا اخش ادور عشان افهم ده معناه ايه، وده ما بحبوش في حاجات مارفل. انا بتفرج على مارفل عشان اطفي دماغي واتفرج على حاجه لذيذه، اكشن كويس، حاجه محكمه. فلا ما اتبسطتش خالص الحقيقه بدكتور سترينج الاخراني. ومن بعدها وقفت اتفرج على اي حاجه ليها علاقه بمارفل حتى وقتنا هذا يعني، الا مسلسل سبايدر مان نوار هو اللي اتفرجت عليه مؤخرا الحقيقه. بس لحد هنا يكون خلص الفيديو بتاعنا. ما تنساش اللايك والسبسكرايب، واكتب لي في الكومنتس حابب نعمل تير ليست لايه بالظبط، الافلام نوعها ايه الفتره الجايه. انا كنت بفكر الصراحه ان انا اعمل الحلقات الجايه عن افلام الرعب او الاكشن، كنت محتار ما بين الاثنين. فيا ريت تساعدني في الكومنتس وتقول لي تفضل رعب ولا اكشن. وما تنساش طبعا اللايك والسبسكرايب تاني، تعمل لي فولو على انستجرام وتيك توك، هتلاقي اللينكس في الديسكربشن. وبس اتمنى ان انا ما اقطعش تاني، واتمنى ان انا ابدا استمر ان انا اعمل فيديوهات. بصراحه فكره التير ليست بالنسبه لي مستصاغه شويتين، سهله شويتين، ان انا اقدر افتح الكاميرا وافتح الكمبيوتر واصور، ومش محتاجه تحضير، انا بحط الافلام وببدا استرسل عليهم يعني. ففكره لذيذه، اتمنى ان انا استمر فيها بما انها سهله شويتين في العمايل بتاعتها. واتمنى ان انا الاقي دعم كفايه على الفيديو ده او الفيديوهات اللي جايه، وشكرا، سلام يا باشا.